بعد جويري 3 لاعبين مواهب جزائرية جديدة مرشحة للالتحاق بالحضور قبل كأس إفريقيا. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم جديد. تتجه العديد من المواهب مزدوجة الجنسية للعب مع المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة، وكان مهاجم نادرين أمين جويري قد انضم إلى عوار حجام بوعناني شايبي والبقية، وأعلن رسميا التحاقه بصفوف المنتخب الوطني الجزائري بداية من فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد قيامه بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل تغيير جنسيته الرياضية. ومن المرتقب أن يعلن كل من ياسر العروسي، رومان فايفر وياسين عدلي عن اختيارهم اللعب مع الخضر في الفترة المقبلة، إذ يتجه الثلاثي المذكور للدفاع عن ألوان محاربي الصحراء. وسيكون ياسر العروسي أول اللاعبين المنضمين إلى صفوف الخضر بعد أمين جويري، وذلك بعدما اقترب من الحصول على موافقة الفيفا لتغيير جنسيته الرياضية. فيما ينتظر ياسين عدلي أن يحصل على فرصته مع الميلان للعب بانتظام من أجل الإعلان رسميا عن التحاقه بصفوف المنتخب الوطني. بينما أشارت تقارير إعلامية محلية أن رومان فايفر فتح موافقته للناخب الوطني جمال بلماضي للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة. ما تنساوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا النجم لا فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله.